تخيل معايا يا عزيزي شخص بيكسب ملايين بشكل غير قانوني، ولكن يقدر يخلي الفلوس ديت جاية من مصدر شغل نضيف وعادية جدا. طب ازاي؟ دي قصة غسيل الأموال. ازيك يا عزيزي؟ أتمنى تكون بخير. غسيل الأموال مش مجرد جريمة عادية، لأ، دي لعبة بتدور وراها كواليس خطيرة، من تاجر سلاح وتاجر مخدرات لرجل أعمال ومعروف ومشهور جدا، وكلهم بيحاولوا يخفوا نفس السر. الفلوس دي جت منين؟ لأن باختصار يا عزيزي الشخص دوت لو صرف الفلوس ديت واتمتع بيها، البوليس هيجي ويسأله سؤال واضح: من أين لك هذا؟ وده يا عزيزي ما بيكونش ليه رد. طيب يا عزيزي، غسيل الأموال دوت بيتكون من 3 حاجات: الإيداع والتمويه والدمج. أول حاجة الإيداع دوت، واللي أنت بتحط فلوسك للنظام اللي هيرجع لك فلوسك تاني بشكل قانوني. تاني حاجة التمويه، اللي أنت بتلف بالفلوس ديت جميع أنحاء العالم علشان تحاول تخفي أثرها. تالت حاجة الدمج، وديت الفلوس بترجع لك وبشكل قانوني وتقدر تصرفها. طب ازاي الفلوس ديت بترجع لك بشكل قانوني؟ اشتراء عقارات، بتشتري مطاعم، تشتري معرض سيارات، تشتري مغسلة هدوم. وده يا عزيزي طبعا بيكون شركات وهمية علشان الفلوس تقدر ترجع لك تاني. طيب يا عزيزي، مين أكتر شخص اسمه ارتبط بغسيل الأموال؟ هو بابلو سكوبار، ودوت عامل لك عنه حلقة لوحده. لو انت ما اتفرجتش عليها يعني خش اتفرج عليها، حلقة جمدان. وده يا عزيزي ثروته تعدت ال 30 مليار دولار في الثمانينات. يعني ده كان رقم خيالي، هو كان تقريبا أغنى واحد في كولومبيا. فيا عزيزي غسيل الأموال لعبة قذرة جدا. طيب يا عزيزي، التيك توك ايه دخله بغسيل الأموال دوت؟ تعالى نفهم الحوار ببساطة كده يا عزيزي. ايه اللي يخلي شخص يبعت فلوس لشخص هو مش عارفه؟ ازاي؟ مثلا الشخص دوت بيطلع لايف في شخص تاني يبعت له فوق صودا وفي ورد وفي حوض وهو اصلا ما يعرفوش ولا اتعامل معاه. وده طبعا يا عزيزي بتكون فلوس وهمية. ازاي؟ الشخص اللي بيطلع لايف دوت بيروح لحاجة اسمها مركز التيك توك، وبيديلهم الفلوس الغير قانونية اللي معاه، وبيقول لهم ابعتها لي هدايا وانا فتح اللايف. وطبعا يا عزيزي المركز دوت بيكون ليه نسبته. يعني مثلا بعت له اسد ب20,000، هو هيوصل له 12,000، والمركز دوت هياخد 8,000. ودي يا عزيزي بتكون مرحلة غسيل الأموال، لأن بكل بساطة على عينك يا تاجر الفلوس جايالي من أبو نواف، ودوت طبعا إيميلات فيك من المركز. وفي النهاية يا عزيزي لعبة غسيل الأموال ديت آخرتها وحشة، يا الحبس يا خسارة كل حاجة. ودينا شفنا من كام شهر كده اللي حصل في الناس اللي على التيك توك، بس مش عايزين نذكر أسامي. ويا عزيزي دي كانت نهاية فيديو النهاردة. ما تنساش تصلي على النبي وتوحد الله في سرك وتشترك في القناة، وتقول لي عايز نعمل لك فيديوهات ايه الفترة الجاية. وبس كده، سلام عليكم.